ولا قليل. ابن عمنا ما نبي له راسه. خلي المزرعة جعلهم فداياه المزرعة. ما احنا محاسبين على حلاله. وهو يتنازل عنه ويطلعه وياخذه من الشرطة ويركبه معه يوديه لبيته. قال ابن عمي الله يحلك ويبيحك فيما سويت، بس أهم شيء ما أخسرك. يا الله يا أخي، مواقف كبيرة ولا ما هي بكبيرة؟ والله لو ما ودي أذكر أسماء وأخاف بس على الرجال الآخر، سمعت لأنهم معروفين وعائلته معروفين، إني لا أقول لكم هو فلان واللي عفى عنه فلان، لكن أنا لو قلت للناس اللي عفى فلان تلقائيا يعرف الرجال من هو جماعته. بس أنا علما إني متأكد أن السالفة تبغى تعرف. الله يرحم الميت منهم والله يحفظ الحي. ترى ما هي بقديمة، ترى السالفة ذي ما هي بقديمة، ترى هذه يمكن لها 30 سنة ولا أقل من 30 سنة، لكن مواقف الطيب ما تزول على الرياجيل إلى يومنا ولا قبلنا ولا وقتنا الحالي. هذه حقيقة ما حبيت أذكر لكم من قصص التسامح بالذات، فأنا قلتها وأكرر وأقول اعفوا وسامحوا، وتراك ما تسامح الله سبحانه وتعالى، ترى الله يكرمك على قد ما تعفو وتسامح. فإحنا نقول الله يسامح من أخطأ علينا ويحله ويبيحه، ونرجوها من الله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان من في خطرهم شيء علينا ولا اي موقف سواء بخطر ندري عنه ولا ما ندري عنه، انهم يعفونا ويحلونا ويبيحونا. ونقول الله يعلي منزلتكم ويسعدكم ويوفقنا وإياكم في هالشهر الفضيل لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.